السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وأهلا بأعزائي المشاهدين. النهاردة لعب النادي الأهلي مع النادي المصري وكسب الماتش 1-0 من امضاء وسام أبو علي، ورضا سليم هو اللي عمل اسيست. ما شاء الله عليك يا رضا سليم. خد مشوار طويل جدا وبعد كده عمل اسيست برجله الشمال، جت لأسامة أبو علي اللي هو ظبطها ودخلها في الشبكة 1-0. وكمان مباراة الزمالك وبيراميدز اتعادلوا 1-1. معنى كده ان الاهلي بقى 69 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني 69 نقطة، والمصري البورسعيدي المركز الثالث 52 نقطة. الاهلي خلاص اتصدر الدوري. خلاص الاهلي تصدر الدوري العام، ما عادش هينزل طبعا، خلاص كده. في فرق بين النقاط ما بين الاهلي وبيراميدز دلوقتي. لو الاهلي لعب المؤجلات بتاعته هيبقى فرق 9 نقاط. الحمد لله على مكسب الاهلي 1-0. والله الشوط الاولاني كان سجال ما بين الفرقتين. الاهلي ضغط شويه في الاول وبعد كده المصري ضغط. الاهلي وقع بدنيا بسبب تلاحم المباراه، كل 48 ساعه بيلعب ماتش، فبالتالي لازم يبقى الاجهاد البدني عنده صعب. كنا متفقين اللي يبقى في التشكيله حاجات مختلفه عن اللي هو عملها كولر، لكن كولر هو اللي شايف اللعيبه، هو اللي شايف الاداء في التمرين، هو اللي شايف اللياقه. ما هو انا عطيه كان قاعد على الدكه. اليو ديانج احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت ان هو موجود لحد سيراميكا، لكن نادي السعودي قال له لا تعالى، فسافر امبارح، سافر عشان يعمل الكشف الطبي ويبدا معاهم فتره الاعداد بتاع الفريق. الاهلي بدا بمحمد الشناوي حراسه المرمى. عندك في خط الدفاع عمر ربيعه ومحمد عبد المنعم، على اليمين محمد هاني، ما نزلش عمر كمال عبد الواحد، بدا بمحمد هاني، على الشمال اكرم كريم فؤاد. لعب كريم ندفد 6، بعد كده لعب 2-8 قدام امام عاشور واكرم توفيق، وعلى اليمين رضا سليم، وعلى الشمال حسين الشحات، والقدام وسام أبو علي الهجوم. انا مش عارف ليه كولر مصمم يخلي رضا سليم على اليمين وحسين الشحات على الشمال. حسين الشحات عنده مهارة، ممكن يلعب على اليمين عادي، ما عندوش مشكلة، ممكن يلعب يخش في قلب الملعب. انما رضا سليم انا بحس من وجهة نظر يعني الفنية ان هو على الشمال احسن. الاسيست اللي عمله الماتش بتاع الماتش اللي قبل اللي فات اللي لعبه لبيرستاو، كان برضه عمل اسيست برجله الشمال من على الشمال لبيرستاو، وبيرستاو جاب الجون. النهارده برضه لعب برضه اسيست من رجل الشمال من على الجبهه الشمال لوسام ابو علي، ووسام ابو علي جاب هدف الفوز. فبالتهيألي يعني يا ريت مصر الكوره يلعب بيه على الشمال، ما دام هو بيأدي بالشمال على الناحيه الشمال، ما خليه يلعب وعادي، ويبقى هناك حسين الشحات، وممكن يبدلوا مع بعض في كلتا الاحداث. لما رضا سليم كان على اليمين وحسين الشحات على الشمال ما كانش الاداء قد كده. لما بدأوا يتكلموا مع بعض وده يجي مكان ده، بدأ الملعب يتفتح شويه، بدأ الاهلي يتنفس شويه. كنا مستنيين ان كولر يغير بدري شويه، يعني هو نزل عمر كمال ونزل قفشه. انا كان نفسي ينزل مروان عطيه مكان كريم ندفد. كان صعب النهارده، اداء سيء جدا، ما تعرفش بقى، بدني، قله تركيز، مانيش فاهم هو. وبعدين اصلا كريم ندفد انا بشوف ان هو بيلعب 8، بيلعب 6 ازاي مش عارف. انا اداؤه ما ظهرش. خط الوسط الاهلي النهارده ما امتلكش خط الوسط فترات كبيره قوي. النادي المصري كان مسيطر على الملعب بسبب ان هو ماسك خط الوسط. فريق المصري فريش شويه لانه هو بيلعب كل اسبوع ماتش، فبالتالي هو يعني كويس، اداؤه كويس شويه. انما الاهلي ما شاء الله يعني على الاقل بدني واقع، بس النهارده ما شاء الله يعني قدر يخطف 3 نقاط، قدر يوسع الفارق ما بين 7 نقاط بينه وبين بيراميدز الى 9 نقاط. بس لو الاهلي كسب ب3 ماتشات المؤجلين للاهلي، وان شاء الله الاهلي ياخد الدوري
بعد 3-4 ماتشات. بيراميدز كل ما يخسر او يتعادل بيسهلها للاهلي، عشان الاهلي برضه يريح اللعيبه الاساسيه اللي بقالها سنه كامله ولا سنتين كاملين بيلعبوا ماتشات متلاحمه، مفيش راحه، مفيش كل حاجه لعب، كل 48 ساعه لعب، كل وقت لعب. فالحمد لله على المكسب الاهلي النهارده باسيست رضا سليم. انا وسام ابو علي الهداف النهارده، هدف ال 12 لوسام ابو علي في 15 مباراة، 12 هدف و4 اسيست. ما شاء الله عليك. كنا بنحلم بمهاجم زي كده من زمان، عشان على الاقل الفرصة اللي تجيلك تهدف. كهربا نزل النهارده مش بدني يعني، بحس ان هو مش قادر يجي على رجله، او العملية النفسية مانيش فاهم القصة ايه بالظبط. بس ما هوش الا غيره، هو لازم يرجع برضه وسام ابو علي، عشان وسام ابو علي في لسه 3-4 ماتشات. المفروض اصلا الاهلي الاربع ماتشات الجايين دول اهم ماتشات. لو كسب الاربع ماتشات الجايين الاهلي حسم الدوري نهائي. والحمد لله على الفوز، والف مبروك على جماهير الاهلي، والحمد لله ان انا اهلاوي، والف مبروك على اللعيبه والمدير الفني والاداره والجهاز الفني بالكامل على قد المسؤوليه. كلهم كانوا رجاله النهارده، وقدروا ان هم يحققوا الفوز 1-0 زي 2-0 زي 3-0، المهم ال3 نقاط والحمد لله. والزمالك اتعادل مع بيراميدز، والاهلي كسب المصري 1-0. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.